السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الأهلي، هنتكلم عن الزمالك، هنتكلم عن رحيل أوسوريو، هنتكلم عن عقوبات النادي الأهلي للاعيبة، ونبدأ الفيديو معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بعد إذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. إدارة النادي الأهلي نزلت عقوبات شديدة على اللاعيبة بعد خسارة السوبر. الفريق وصل القاهرة وبيتمرن النهاردة. كولر قال لهم تصالحوا الجماهير يوم التلات، تصالحوا جماهير النادي الأهلي يوم التلات. أما جماهير الأهلي في السعودية تعتذروا لها بوصولكم للنهائي في كأس العالم للأندية. بصوا الراجل كان بيقول لهم إيه، يعني مش قال لهم تطلعوا تعملوا بوست ولا بتاع، قال لهم لا، مصالحتكم للجماهير المصرية يوم التلات تهزموا المصري، مصالحتكم الجماهير السعودية في كاس العالم في الأندية في السعودية ان انتوا توصلوا للنهائي في كاس العالم للأندية. وده مش بعيد على الأهلي. الأهلي ما شاء الله عليه يعني جايب صفقات كويسة. عشان بس نبقى واضحين ومنصفين، هو الأهلي تحس انه كان ضامن الماتش، حتى كولر نفسه، واتحاد العاصمة قفل عليهم الماتش وكانت الدنيا فيهاش توفيق، والحكم كمان كان غير موفق، والدنيا كانت ايه، ما كانش يوم النادي الاهلي. بس الاهلي خلاص صفحه واتقفلت. قال له يعني كولر قال لهم رغم المصالحه اللي انا بقول لكم عليها، مش معنى كده ان انتوا تصالحوا الجماهير ان العقوبات هترفع وبتاع، لا، كل حاجه ماشيه زي ما هي. طبعا العقوبات بتنزل بقرار من الاداره، وبرضه الاداره هي اللي بترفع العقوبات لما الدنيا تتظبط. ده بالنسبه للاهلي. ونروح بقى لايه، للجماعه بتوع الجاز بتوع السولار دول. نادي الزمالك لسه برضو قناه نادي الزمالك يعني بتطلع مبدعين، يعني في اشبال برضو طالعه، مش في الكوره بس، لا كمان في القناه. لقوا ما شاء الله عندهم ماده الضحك الخام. يعني هم ليه الاهلي زعل لما خسر السوبر، راحوا عاملين عليه حته فريش كده زي مسرح مصري ضحكوه. بصوا امبارح في قناه نادي الزمالك، عشان بس ايه نبدا كلامنا عن نادي الزمالك، مذيع اسمه مينا ماهر. انا ما اعرفوش مينا ماهر ده، اول مره اشوفه، بس حاجه جميله قوي، يعني حاجه تضحكوا كتير. بصوا اسمعوا بيقول ايه. الله الدعم والمسانده موجودين. عندي ملاحظه اخيره على جماهير المنافس والفرحه المبالغ فيها بخساره الزمالك. طيب حضرتك لو ركزت مع فريقك واهتميت بمشاكله هيكون افضل. معلش بس لازم نوقف الفيديو ونتكلم مع بعض. بيقول لك لو ركزت في فريقك واهتميت بمشاكله، ده الكلام ده لينا احنا للاهلي ازاي يعني؟ احنا اللي نهتم بفريقنا ونبص لمشاكله؟ احنا ما عندناش مشاكل ولا عندنا اي مشاكل الحمد لله. وجماهيرنا ايه اللي هتبص لكم اصلا؟ احنا لما اتغلبنا من فريق بيلعب معانا بطل الكونفدرالية بيلعب معانا. انتوا هتطلعوا من فريق عمره ما غلب اصلا في دور ال 32. يبقى وبعدين فرحة ايه المبالغة؟ ده انت شيكابالا مطلع صورة وهو بيضحك، وفتوح مطلع صورة وهو بيطلع لسانه. يعني مش جماهير الزمالك ده، لعيبة الزمالك كمان بيحفلوا على الاهلي بعد ما اتغلب. اللعيبة مش الجماهير كمان. ده انتوا ما سبتوش الاداره لما هاجمتوها، المدرب هاجمتوه، امام عاشور هاجمتوه، رضا سليم هاجمتوه، وتقول لي الجماهير المنافس تخليها في حالها وتشوف مشاكلها؟ يا ابني انت عبيط ولا ايه؟ انت بتشجع نادي ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. ده انتوا يعني
اتغلبتوا مش فرقه يعني، مش لاقي مسمى الفرقه. ده انتوا رحتوا هناك خدوكوا ورا البنزينه وفولوكوا سولار. اوعى تتكلم على الاهلي. اسمع بس نكمل الفيديو. انا عندي مشاكل لا حصر لها، ايوه كده، انتخابات، فراغ اداري ومستحقات وحجز على ارصده. عندي مشاكل كتيره وبعافر زي ما بيقولوا كده، بعافر في ظل الظروف دي. لكن حضرتك كل حاجه عندك زي الفل. الحمد لله كل حاجه عندنا زي الفل. بس انت بتقول انا عندي مشاكل لا حصر لها. لو انت راجل قول مين سبب المشاكل. لو انت ذكر وعمال تقول لي المنافس ويخلي باله من نفسه ويشوف مشاكله، قول لي انت مين سبب المشاكل في الزمالك. قول لي السبب اللي نزلكوا للمستوى ده وهيخليكوا تهبطوا السنه الجايه. قول لي ايه السبب اللي خلى عليكوا الديون دي كلها. انتوا لولا في اتحاد كوره معرض ما تلعبوش بطولات قاريه من 10 سنين. انتوا من 10 سنين وانتوا التصريح اللي بتلعبوا فيه البطولات القاريه مزور لان عليكم فلوس. واللائحه بتقول اي فريق مديون ما ينفعش يلعب في بطوله قاريه. فانتوا نادي فاسد واتحاد فاسد الاتنين مع بعض بوزاره فاسده. كمل الفيديو. لعيبه بالملايين الدولارات. هي بملايين الدولارات دي خدناها من عندكم؟ لعيبه ما بتروحش المنتخب عشان تستريح لماتشات حضرتك. وكل ده وفي الاخر بصوا النغمه بقى اللي بيلعبوا عليها. مش بقول لك مطلعين اشبال ما شاء الله يعني خليفه خالد الغندور وغيره. بيقول لك اللعيبه اللي ما بتروحش المنتخب، اللعيبه اللي ما بتروحش المنتخب عشان تريح وفي الاخر اتغلبوا. بص اسمع الفيديو. خسرت في الاخر خسرت. وكل ده وفي الاخر خسرت. عندنا لعيبه ما راحتش وقفت مع منتخب مصر في مباراه مهمه للتصنيف امام منتخب كبير زي منتخب تونس عشان مباراه بقول لك للتصنيف ثانيه تتلعب. ادي الناس اللي بيجوها في قناه الزمالك. الناس مش فاهمه حاجه خالص. لعيبه بالملايين الدولارات عماله تيجي بره مصر وجوه مصر، ويعني معسكرات في اخر الدنيا وكل حاجه ماشيه زي الفل، وفي الاخر المباراه راحت. بقول لك معسكرات في اخر الدنيا عشان رحنا النمسا يعني. هم عملوا المعسكر بتاعهم في وكاله البلد. طب استنى بقى بمناسبه المعسكر عشان انت ايه اللي دخلتنا في السكه دي. الراجل بتاعكو اللي بيقولوا عليه راجل علامه اوسوريو ساب المعسكر اللي انتوا بتقولوا معسكر في اخر الدنيا. احنا بنعمل معسكر وبننظم معسكر. انتوا الراجل بتاعكو ساب المعسكر وبقول لك راح يدي محاضرات. انا نفسي اعرف بيدي محاضرات لمين. اما هو مش عارف يغلب فريق المقاولين غلبوا 10 واتغلب منه ووكسنا ووكس الكرة المصرية كلها. بيدي محاضرات لمين يا جماعة؟ والله العظيم بس عشان انتوا فضحتونا. انتوا مفروض تقفلوا القناة دي اصلا، لان القناة دي يعني ايه مش هم مفكرين نفسهم كده ان بيحاربوا على نادي الزمالك ولا بيحامول. ده بيفضحوا نادي الزمالك. فالمفروض بدل ما تفرح لهزيمة الزمالك شوف فريقك اللي متوفر له لبن العصفور زي ما بيقول. بيخسر ليه؟ استاذن حضراتكم فاصل سريع جدا ونرجع مرة تانية. لا احنا اللي هنستأذن حضرتك بقى عشان انا زهقت منك. بقول لك فريقكم اللي متوفر له لبن العصفور. هو لبن العصفور ده الدولة بتديه لنا؟ حد بيدفعه لنا؟ احنا اللي جايبينه يا باشا ببطولات. مفيش لعبة في النادي الاهلي الا لما واخده بطولة. عندنا 4 ألعاب في كاس العالم للأندية. انتوا عندكم ايه؟ وسوري خدكوا ورحتوا فولتوا بنزين ولا بتاع ده سولار وجيتوا. انتوا فضحتوا الكرة المصرية. بالمناسبة بس عشان ايه؟ عشان تعرفوا ان انتوا بتطلعوش تقولوا الحق. اطلع قول ان اللجنة الثلاثية اللي ماسكة النادي
بتفكر في اقالة اسوريو، ها، بس مستنية تليفون الوزير. هل يقلوه ويحطوا اي حد من الرجاله اللي واقفه دي، مدحت عبد الهادي، عبد الواحد، الناس دي، ولا يصبر لما تيجي اداره تانية بقى تشيل الليله كلها؟ هم قاعدين على فكره مستنيين تليفون الوزير. نمشي اسوريو ولا نخليه ماشي؟ اللي بيقول لك انتوا متوفر لكم لبن العصفور. احنا النادي الوحيد اللي بيتحارب في مصر، انت النادي الوحيد المدلل اللي الدولة بتفتح لك خزانها. احنا لو عندنا لعيب اتمرد على النادي زي زيزو كده ما يلعبش فيه كرة تاني. انتوا عمالين تبوسوا رجليه، ادي مش هيلعب ما لعبش ماتش التا سولار ولا هو ولا فتوح، ومش هيلعبوا ماتش بيراميدز لما تدوهم بقيه فلوسهم. لفوا بقى، خلي الكابتن حسين لبيب بقى يلف لفه على رجال الاعمال زي ما قال لك ويدفعوا، او هو مستني اما ينجح عشان ايه؟ يبقى هو اللي حل او هو اللي عمل. محدش في نادي الزمالك بيشتغل لصالح نادي الزمالك، كله بيشتغل لصالح مصلحته. وانتوا شويه بغبغانات بتطلعوا ترددوا الكلام المكتوب لكم وانتوا مش فاهمين حاجه. لان انت لو فاهم حاجه ما تقولش النادي المنافس فرحان قوي. يا ابني فرحان على مين؟ انتوا اقل كرة في الدوري المصري اصلا. نروح للكابتن شريف اكرامي، كان عامل تصريح كده بيقول لك ايه؟ احنا يا ريت الدوري المصري يبقى منافسة في الملعب بس. امال هي المنافسة فين يا كابتن شريف؟ ما هي المنافسة بتبقى في الملعب، انتوا عندكم المنافسة فين؟ وبيقول لك النادي الاهلي ونادي بيراميدز بيمثلوا الكرة المصرية في بطولة افريقيا. نتمنى من الشعب المصري انه يلتف حواليهم ويشجعهم. لا يا حبيبي، كل واحد يشجع فريقه. انت لو عندك جمهور يروح يشجعك، لكن ما تطلبش من الجمهور المصري اللي هو جمهور الاهلاوي اصلا انه يروح يشجعك. يشجعك بتاع ايه؟ انتوا مش عندكم فلوس؟ اشتروا جماهير زي ما انتوا بتشتروا لعيبه. انتوا عندكم فلوس عمالين تصرفوها مش عارفين مصدرها ايه اصلا، والفلوس دي هي اللي خلتك انت نفسك، انت والطموح وغيره، رحتوا قاعدين في بيراميدز لحد دلوقتي. وانا متاكد ان انتوا ندمانين على القرار ده، بس خلاص ده تكبر، انتوا مش قادرين ترجعوا عن اللي انتوا فيه. وده كان تصريح الكابتن شريف اكرامي للاسف اللي كان لاعب النادي الاهلي الاسبق. شكرا لكم يا جماعه، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس.